أنا لسه فاكر أول يوم دخلت فيه الجيش. كنت مستجد، محدش يعرفني وأنا معرفش حد. الجو كان تقيل والرهبة مالية المكان. أول ليلة في العنبر العساكر نايمة، لكن أنا عيني مش جاية في النوم. الهدوء خانق وصوت أنفاس العساكر عامل زي الهمس. وفجأة سمعت خطوات تقيلة كأنها بيادة قديمة بتزحف في الأرض. قلبي وقف. ببص حواليا، كل العساكر في نوم عميق، لكن في آخر العنبر كان في عسكري واقف، ظهره ليا، وشه مش باين، واقف ثابت ولا بيتحرك. ناديت عليه: يا صاحبي انت صاحي؟ مفيش رد. غمضت عيني لحظة، ولما فتحتها المكان كان فاضي، كأن محدش كان موجود أصلا. تاني يوم الصبح رحت لأبو بكر زميلي في العنبر، سألته بخوف: هو في عسكري بيقف في آخر العنبر بالليل؟ وشه اتغير وقال لي بصوت واطي: اوعى تعيد الكلام ده تاني، اللي شفته مش مننا. سكت لحظة وبعدها قرب مني وقال: من زمان، من سنة 1978 كان في عسكري هنا اسمه حمدي، بيقولوا انه مات في اول خدمته، ومات بطريقة محدش عارف سرها. من ساعتها كل جيل بيدخل الوحدة بيشوف نفس العسكري واقف في نفس المكان. كلامه جمد الدم في عروقي. بس الليلة اللي بعدها جت خدمتي الليلية. المكان المخزن القديم، أبعد نقطة في المعسكر، محدش بيحب يروح هناك. الحيطان مشققة والسقف متهالك والجو بارد يخش جوه العظم. كنت واقف بالموسين بحاول أثبت نفسي، لكن إيديا بتترعش. وفجأة سمعت باب حديد بيتفتح جوه، صوت صرير طويل زي ما يكون الباب بيتعذب وهو بيتحرك. دخلت المخزن، الضلمة خانقة والهوا ريحته تراب قديم ورطوبة. وفي آخر المخزن لقيته نفس العسكري واقف، ظهره ليا وبيتمتم بكلام مش مفهوم، صوت واطي كأنه بيستغيث أو بيلعن. قلت لنفسي لازم أقرب. خطوة، خطوتين، وهو لسه واقف، لحد ما لف. وشه مش كان وش بني آدم، كان مسود مليان جروح، وعينه حمرة بتلمع في الضلمة. ابتسم ابتسامة رعيبة وقال بصوت مش طبيعي: محدش بيهرب من خدمته، الدور جاي عليك. صرخت، لكن صوتي اتخنق في الضلمة. اترجعت لورا وفجأة اختفى. جريت على العنبر، ولما حكيت لزمايلي حمدان قال لي اللي شفته هو العسكري حمدي. مات سنة 78 ولسه لحد دلوقتي بيرجع كل ليلة يدور على اللي يبدل مكانه. ومن يومها كل ما الليل يجي واسمع خطوات في العنبر قلبي بيقف، وبسأل نفسي: هو ده واحد من زمايلي ولا العسكري اللي عمره ما خرج من الجيش؟ من بعد اللي حصل في المخزن ما بقيتش انام زي زمان. كل ما الليل يجي اقعد استنى الخطوات، وصدقني الخطوات عمرها ما بتتأخر. بس الغريب ان المرة دي العساكر بدأت تلاحظ. كل يوم حد يقول: سمعت صوت في العنبر، شفت ظل واقف جنبي. لكن لما نيجي نبص ما نلاقيش غير الضلمة. ليلة معينة القائد طلب مني ومن أبو بكر نعمل دورية حوالين المعسكر. قلت يمكن ده يبعدني عن العنبر، لكن كنت غلطان. واحنا ماشيين في السلك اللي حوالين الوحدة سمعنا نفس الخطوات ورا ظهرنا. وقفنا بصينا، مفيش حد. خطوات تانية أقرب،
قربت ايديا من السلاح، لكن ابو بكر شدني وقال: ما تعملش كده، هو مش بني ادم. قلبت وشي فيه وقلت له: هو مين؟ قال لي: حمدي، العسكري اللي مات سنة 78. بيقولوا انه مات غبر، محدش حب يتكلم، ومن يومها روحه مش راضية تمشي. وفجأة الجو برد مرة واحدة، نفسنا بقى بخار والهوا سكت، وبعنينا الاتنين شفناه واقف عند السلك، ايده ماسكة في الحديد وعينه مثبتة علينا. صرخت: انت عايز ايه مننا؟ وشه اتشوه اكتر وقال بصوت متقطع: انا لسه في الخدمة. الجملة رجت المكان كله، وبعدين اختفى زي الدخان في الهوا. رجعنا العنبر مرعوبين، لكن الليلة اللي بعدها المصيبة حصلت. حمدان زميلنا جاله دور خدمة في المخزن، مرجعش. فضلنا ندور عليه، لقيناه الصبح قاعد على الأرض، عينيه مفتوحة وما بيتكلمش، كأنه شاف حاجة خدت روحه وهو لسه عايش. القائد حاول يغطي على الموضوع، لكن العساكر كلها فهمت. الوحدة دي ملعونة من يوم موت حمدي سنة 78، وكل جيل لازم يدفع الثمن. ومن ساعتها أنا ما بقتش أخاف من الخدمة، أنا بخاف من حاجة تانية، إن في أي لحظة يبقى دوري هو اللي جاي. من بعد اللي حصل لحمدان الوحدة كلها اتقلبت، الكل بقى مرعوب، وكل واحد بينام وهو مستني الدور يجي عليه. القيادة حاولت تفسر اللي حصل، وقالوا إن حمدان كان عنده أزمة نفسية، لكن إحنا كنا عارفين الحقيقة. كنا عارفين إن حمدي رجع ولسه موجود. في يوم جالي أمر بخدمة ليلية عند المخزن القديم. حاولت أرفض، حاولت أتحجج، لكن القائد قال لي تنفذ الأوامر، مفيش نقاش. رحت وإيديا بتترعش وأنا ماسك السلاح. المكان مظلم والهوا بارد يخش جوه العظم، وفجأة سمعت نفس الخطوات، خطوات البيادة القديمة بتسحب في الأرض. وبعدين شفته واقف جوه المخزن، المرة دي وشه باين بوضوح. كان عسكري بزي قديم مقطع ومليان دم متجمد، عينه حمرة وبيصرخ من غير صوت. قرب مني وقال بصوت متقطع: أنا اتقتلت ومحدش أخد حقي. وقتها فهمت السر اللي محدش حب يتكلم عنه. حمدي ما ماتش موت طبيعي، اتقتل ظلم. بدأ يمد ايده عليا، ايده تقيلة باردة كأنها حجر. حسيت روحي بتتسحب، صرخت بأعلى صوتي: سيبني، أنا ماليش ذنب. فجأة الهوا سكت، المكان كله اتجمد، ووشه قرب لوشي وقال: من يدخل الجيش هنا لازم يكمل خدمتي. وبعدين اختفى. صحيت بعدها في العنبر، العساكر حواليا وشهم مرعوب، قالوا إني كنت مرمي في الأرض جنب المخزن من غير وعي. ومن اليوم ده بقيت أسمع صوته كل ليلة، بيندع عليا ويقول: الدور جاي عليك.